الفيلم ده لما انا شفته اول مره حسيت ان انا مش فاهم حاجه، قلت اكيد يعني انا مش غبي للدرجه دي، فقررت اتفرج على الفيلم تاني. وقتها كنت مصدوم، اللي هو ازاي كميه التفاصيل دي انا ما خدتش بالي منها اول مره. وده اللي هيحصل معاك لو انت اتفرجت على الفيلم ده لاول مره، مش هتاخد بالك من كميه التفاصيل دي. في فيديو النهارده هنتكلم عن الفيلم بريزونرز من بطوله جيك جيلينهال، وهنحلل كل حاجه في الفيلم ده بالتفصيل. الفيلم بيبدا وهو في اتنين راجعين من رحله صيد ومعاهم غزاله ورا في العربيه عشان يروحوا لجيرانهم ويطبخوها. بعد ما بيوصلوا البت الصغيرة بتطلب من أبوها اللي هي تطلع بره البيت تلعب هي وصاحبتها شوية. طلعت هي وأخوها، والبنت الصغيرة دي كانت عاوزة تطلع فوق عربية كده معينة، بس أخوها منعها وخدها ورجعها البيت. قبل ما يمشوا سمعوا صوت شغال جوه العربية دي وكأن في حد فيها، بس هما مركزوش ومشيوا. بس عايزك تركز قوي في العربية دي عشان هنحتاجها بعدين بيرجعوا البيت وكلهم قاعدين ومبسوطين. البنت الصغيرة بتقول لأمها اللي هي ضيعت الصفارة بتاعتها بره وهتخرج تدور عليها، ومن هنا الكوارث كلها بتبدأ. بس فجأة من غير أي سبب الشخص ده قرر يعزف أسوأ حاجة ممكن تسمعها في حياتك كلها. بعدها البنت تطلع من البيت تحاول تدور على الصفارة وبوم تختفي لفترة طويلة. أبوها بيستغرب، بيروح يسأل ابنه ويقول له أختك فين، وهم كلهم مش عارفين. أبوها راح يدور عليها في بيتهم وقلب عليها البيت وملهاش برضه. كلهم دوروا عليها في كل مكان والبنت مش موجودة، اتبخرت فجأة. طب إيه يعني البنت راحت فين؟ البنت كانت ظاهرة في الفيلم من 5 دقايق تقريبا. هتعرف دلوقتي القصة كلها. الواد افتكر إن البنت كانت عايزة تطلع تلعب فوق عربية الار في، فشكوا إن هي ممكن تكون راحت هناك تاني. هو وأبوه طلعوا جري يشوفوا العربية وهم بيجروا مرعوبين. سألوا جارهم وقالوا له شفت بنتي الصغيره؟ جارهم قال لهم لا، في مشكله ولا ايه؟ يعني هما الاتنين بيجروا قدامك في عز المطره وميتين من الرعب وبيسالوا على بنتهم الضايعه، يعني ممكن تكون مخطوفه، ممكن تكون عربيه داستها، الله اعلم، وانت بتسال في مشكله ولا ايه؟ وصلوا لمكان العربيه وما لقوش العربيه موجوده. كده بقى في مشكله كبيره. العربيه اللي البنت كانت عايزه تطلع فوقيها مش موجوده، والبنت ذات نفسها اصلا هي وصاحبتها مش موجودين. فابوها قرر يتصل بالشرطه عشان خلاص فقد الامل اللي هو يلاقي بنته. بعدها بيظهر المحقق لوكي، وبالمناسبه الشخصيه دي جامده قوي يا جدعان، يعني تقريبا ما فيش فيلم هو عمله وكان الفيلم ده طالع وحش. لوكي كان قاعد في المطعم وبياكل، طلع من المطعم بعدها والشرطه بلغته بمواصفات العربيه اللي اتبلغ عنها. لوكي وصل لمكان العربيه ولاحظ العربيه مركونه بطريقه غريبه. الشخص اللي جوه العربيه لما لاحظ الشرطه بتقرب منه عمل اغرب حاجه ممكن تشوفها في حياتك. عايزك تخمن هو عمل ايه؟ نزل من العربيه وهرب؟ لا لا لا. طب هرب بالعربيه ذات نفسها؟ اكيد برضو لا. دخل بالعربيه في الشجره باقصى سرعه لحد ما اتكسرت. بصراحه ما اعرفش هو ليه عمل كده، بس ما علينا. بعدها نزلوه من العربيه وقالوا له البنت فين بزعيق وعصبيه كده، وهو يا عيني متنح في وشهم ومش فاهم اي حاجه ومش راضي يتكلم. المحقق لوكي قعد يحقق معاه 10 ساعات في مركز الشرطه. انتوا متخيلين 10 ساعات ما طلعش منه باي اجابه؟ في الاخر طلع مريض ومستوى ذكائه زي مستوى ذكاء طفل عنده 10 سنين. لوكي راح للمكان اللي هو عايش فيه واتضح اللي هو عايش مع عمته. عمته وقتها استقبلته وركز قوي على كلمه عمته دي عشان هنحتاجها بعدين، عشان الست دي اللي باين اللي هي غلبانه وبريئه وراها كميه حوارات بالهبل انت ذات نفسك مش هتصدقها. المهم لوكي ما لقاش اي دليل اللي هو مجرم. فتش في الاوضه بتاعته وفتش في العربيه بتاعته، ما لقوش اي حاجه فيها، حتى العربيه ما كانش فيها اي دليل ان البنتين المخطوفين كانوا موجودين فيها. المحقق حس بعدها ان الموضوع بدأ يكون صعب اكتر، خصوصا ان كيلر اللي هو ابو البنت اللي اختفت كان بيضغط عليه جامد وقال له اتصرف ورجع لي بنتي. قعد يفكر يعمل ايه، فقرر يروح يحقق مع 3 اشخاص. الثلاثه دول كانوا ليهم جرائم مشابهه زمان. راح لاول واحد وما لقاش حاجه، تاني واحد برضه وما لقاش اي حاجه، التالت لقى اغرب حاجه ممكن تشوفها في حياتك كلها وهتتصدم لما تعرفها. كان بيخبط على الباب ومحدش فتح، راح بس من الشباك لقى راجل كبير محذوف على الارض وباين اللي هو ميت. لوكي كسر الباب بسرعه ودخل، بس طلع الراجل كان سكران ونايم وبيشخر. الشخص ده يا جدعان اسمه دان، والشخص ده المفروض في الديانه المسيحيه ليه مكانه كبيره، يعني لما اي حد بيعمل ذنب او بيعمل حاجه غلط بيروح يقول له. المحقق خد جوله في البيت ولقى باب غريب ورا التلاجة. لما فتح الباب اتصدم من اللي شافه، لقى مكان واسع تحت مظلم كله من غير سلالم. ولما نزل لقى حاجات غريبه اكتر، ومن ضمن الحاجات دي لقى راجل مربوط في كرسي ومحطوط على بقه شريط وكانه كان بيتعذب. والراجل ده كان شكله باين عليه يعني قعد سنين السنين تحت في المكان ده لانه كان متحلل وحالته مقرفه. ولكن في حاجه مهمه قوي في الشخصيه دي، الشخص ده كان لابس سلسله مرسوم عليها حاجه مهمه قوي هنعرفها كمان شويه. المحقق طلع للراجل وقال له مين اللي تحت ده؟ الراجل الكبير قال له ان ده شخص قتل 16 طفل قبل كده وكان فخور بالموضوع ده وقرر اللي هو يعاقبه. بعد ما لقوش اي دليل على صاحب العربيه اللي هو اسمه اليكس، طلعوه بره اسم الشرطه. الاب كيلر لحد دلوقتي شاكك في اليكس، بس الشرطه مش لاقيه اي دليل مادي عليه. فمره شاف مراته بتعيط ومنهاره عشان عدى 4 ايام وبنتها لسه ما رجعتش. قالت له انت كنت المفروض تحمينا من اي حاجه تحصل لنا. حس
حس بالذنب وقتها انه ما قدرش يحمي عيلته، فقرر ينزل بنفسه ويراقب الواد المجنون ده اللي هو اسمه أليكس واستناه بره البيت بتاعه. لاحظ اللي هو بيعمل حركات غريبه جدا، مسك الكلب بتاعه بطريقه مش طبيعيه وكانه كان بيخنقه، وكان عمال يبص حواليه بطريقه مريبه. يعني فعلا الحركات اللي بيعملها دي اي حد هيشك اللي هو الخاطف. كل ده ما كانش بيشغل بال كيلر قوي لحد ما هو كان بيمشي كان بيغني نفس الاغنيه اللي البنت كانت بتغنيها. هنا كيلر اتاكد اللي هو يعرف البنتين فين، ونزل وخطفه ووداه بيت قديم وربطه، وقال لجاره اللي هو لازم يتعذب عشان يقول الحقيقه. بس انا بصراحه كنت ضد التصرف ده لانه كان باين عليه فعلا اللي هو كان مريض. ما تقنعنيش ان حد يكون عنده اعاقه لما تعذبه هيساعدك. المحقق بحث في حالات اختفاء مشابهه، لقى حاله قديمه طفل في نفس عمر البنت الصغيره كان بيلعب الصبح قدام البيت وفجاه اختفى. المحقق راح لاهل الواد ده وامه قالت له اللي هي شاكه في انه نفس اللي حصل للبنتين اللي اختفوا هو نفس اللي حصل للواد اللي اختفى زمان، عشان برضه اختفى في عز النهار زي البنتين واختفى برضه بنفس الطريقه. كيلر بعدها قعد يضرب في الواد المجنون ده نص ساعه بحالها لحد ما وشه كله جاب دم، وهو مصر برضه اللي هو ما يحكيش اي حاجه، لحد ما كيلر عمل له كده زي اوضه مخصصه ليه ما يدخلش فيها اي ضوء وبينزل منها ميه مولعه نار عشان يتعذب اكتر ويجبره ويخليه يقول له اي معلومه. بعدها في يوم كانوا حاطين زي شموع كده عشان حاله الخطف اللي حصلت. المحقق كان هناك وشاف واحد كان مشكوك فيه كان بيبص بصات غريبه، واول ما شاف المحقق طلع يهرب، والمحقق جري وراه بس ما عرفش يوصل له. انت ممكن تشوف الشخص ده شخص ملوش اي لازمه في الفيلم وبيطلع يجري وخلاص، بس لا، الشخص ده من اهم الشخصيات اللي في الفيلم. الشخص اللي هرب ده دخل بيت الطفلتين اللي اتخطفوا وهو مخبي نفسه ان هو حد يشوفه. في ناس كتير ما فهمتش المشهد ده لانه دخل البيت بس وهرب. وقتها الام قالت للمحقق ان في حد دخل البيت عندها ونط من الشباك وساب الشباك مفتوح. المهم المحقق راح لمكان معين وسال بنت شغاله هناك عن الشخص اللي هرب، وقالت له اللي هو بيجي كل شويه بيشتري هدوم اطفال وبيهرب. هو استغرب يعني اشمعنى هدوم اطفال، فشك فيه اكتر. ساب للبنت رقمه وقال لها تبلغه لا شافته تاني. بعد فتره رنت عليه وقالت له لا شافته تاني، واول ما شافها بتبص له هرب، بس هي خدت رقم عربيته وادتها للوكي. المحقق لوكي بعدها راح لبيته، واول ما فتح كان عامل نفسه بيتعامل طبيعي ومش قلقان ومفيش اي حاجه هو عملها غلط. لما حس ان هو خلاص انكشف امره حاول يهرب. المحقق دخل بيته وكلبشه وفتش البيت بتاعه ودخل اوضه معينه واتصدم من اللي لقاه جوه. لقى كميه صناديق كتيره جدا ومقفوله بقفل، واول ما فتح الصناديق دي لقى فيها تعابين وهدوم اطفال وفيها دم. طبعا خلاص هو وقتها بقى شخص مشتبه واتخذ الاسم، والشرطه صورت الهدوم الاطفال كلها وجابوا ابهات الطفلين دول اللي اتخطفوا عشان يسالوهم لو الهدوم دي تخص الاطفال ولا لا. وكانت من ضمن الهدوم دي شراب للطفله المخطوفه، والكارثه ان الشراب ده كان عليه دم. طبعا انت هتشوف الدم اللي على الهدوم ده هتقول خلاص كده الاطفال ماتت وزمانهم بيتحاسبوا دلوقتي، ولكن مش ده اللي حصل. شخصيه تايلر غريبه لانه ما بيتكلمش وعلى طول متوتر وخايف، يعني تحس ان هو مضطرب نفسيا. هو في الحقيقه مش تايلر بس اللي تحسه مضطرب نفسيا، تقريبا نص في الفيلم ده حاسسهم عندهم اضطراب نفسي. تايلر بيقولوا اللي هو بيرسم متاهه المفروض اللي هي هتوصلهم للاطفال، بس في الحقيقه المتاهه دي مش حقيقيه، المتاهه دي مجرد رسمه بس. المحقق دخل للواد وقعد يقول له ايه المتاهه دي، قال له اللي هو مش هينفع يقول له حاجه، وكان خايف وشدوا مع بعض لحد ما موت نفسه. وده دليل اللي هو حصل له حاجه خلته ينهار وبايع حياته كلها. انا اصلا كنت حاسس ان الاتنين دول كانوا ليهم علاقه ببعض عشان كان عندهم نفس درجه الغباء. بنتفاجئ بعدها ان اليكس بيتكلم مع كيلر اخيرا وبيقول له الاطفال في المتاهه، وسكت فجاه. طبعا كيلر ما فهمش يعني ايه متاهه دي، حتى وقتها ما يعرفش المعلومات اللي مع المحقق ماشي يعني يعرف حاجات بسيطه ان هو في حاجه اسمها متاهه ورسومات، بس كيلر ما يعرفش اي حاجه. عشان كيلر يفهم اكتر قرر يروح لعمه اليكس عشان هو عايش مع عمته، ولما سالها قالت له ان هي ما تعرفش حاجه عن المتاهه دي عشان اليكس اصلا طبيعته اللي هو ما بيتكلمش كتير من ساعه ما ابوه كان بيوريه تعابين عشان كان بيخاف منهم. هنا بنبدا نربط الاحداث. هي جابت سيره التعابين في نفس الوقت الواد اللي هرب ليله الشموع كان عنده تعابين كتيره برضه في بيته. الموضوع وقتها بدا يبان اكتر. بعدها لوكي خلاص بدا يتجنن وينهار نفسيا ودمر المكتب بتاعه عشان حس ان هو خلاص مش عارف يوصل لحل. وبالصدفه شاف صوره الشخص اللي كان مربوط في الكرسي وهو لابس سلسله. اتفاجئ في الاخر ان السلسله دي مرسوم عليها نفس شكل المتاهه اللي معاه، ولو خدتوا بالكم الشخص ده قتل اكتر من 16 طفل. اتضح في الاخر ان الشخص اللي كان مربوط في الكرسي ده جوز الست الكبيره اللي هي المفروض عمه اليكس. بعدها مركز الشرطه اتكلم مع لوكي وقالوا له تعالى عشان في جثتين مدفونين. لوكي لما راح للمكان المدفون فيه الجثتين اتفاجئ في الاخر ان هما جثتين مش حقيقيين. صاحبه قال له حتى الدم اللي كان على الهدوم كان دم خنازير ما كانش دم حقيقي. يعني كده الشخص اللي خطف الطفلتين كان بيحاول يبين للناس اللي هما ميتين. لوكي افتكر فجاه لما الام قالت له ان في شخص دخل البيت ونط من الشباك. راح هناك وقتها عشان يشوف الاثار، لقى اثار رجلين ولقى شراب الطفله الصغيره. يبقى تايلر كان في البيت وبيسرق الهدوم ووقع منه شراب، بس ليه كان بيسرق هدوم ويحط عليها دم خنازير وبيدفن جثث مش حقيقيه؟ تايلر كان بيعمل كده عشان يعبر عن معاناته النفسيه اللي حصلت له زمان ويعيد نفس التجربه السيئه المرعبه اللي حصلت له في الماضي. فسرقه الهدوم بالنسبه له وحط عليها دم كان بمثابه اللي هو يرجع للماضي
يرضي ويعبر عن شعوره. الشرطة بعدها وصلت للطفلة بتاعت الجيران، بس بنت كيلر لسه ضايعة. ولما كلهم كانوا في المستشفى حوالين البنت المخطوفة، البنت أول ما شافت كيلر قالت له أنا شفتك هناك. هو استغرب، قال لها شفتيني فين؟ بدأ يفهم ويربط الأحداث إنها شافته لما راح لعمة أليكس، ففهم اللي هي اللي خطفاهم. كيلر راح لها البيت وهو معاه شنطة كده فيها معدات على أساس يعني اللي هو يصلح الباب عندها، ولكن كان جوه الشنطة دي كان فيه مسدس. بس الست دي وقتها كانت أذكى منه، عشان وقتها هي فهمت اللي هو عارف الحقيقة. أجبرته يكلبش نفسه ويمشي في مكان، وضربته بالمسدس في رجله ووقعته في حفرة مستحيل حد يوصل لها حتى لو مين. لوكي لما عرف إن جوز الست دي كان لابس سلسلة وعليها رسمة المتاهة، راح يسألها عن قصة المتاهة دي. بس لما راح، الست دي كانت رايحة تقتل الطفلة الصغيرة بحقنة. قعد يخبط على الباب ومحدش كان بيفتح. سمع صوت خطوات جوه، ولما دخل اتصدم لما لقى البنت بتحاول تقتل الطفلة. هما الاتنين ضربوا بعض بالمسدس، لوكي اتصف طرف دماغه والست ماتت. لوكي خد البنت وانقذها على اخر لحظة، وهو كان سايق العربية. والمشهد ده كان من اكتر المشاهد اللي بتوتر في الفيلم كله. ولحد اللحظة دي كيلر كان لسه محبوس تحت الارض. وفي نهاية الفيلم المحقق كان حوالين البيت بتاع الست اللي قتلها. سمع صوت غريب، سمع صوت حد بيصفر بالصفارة، وكان وقتها كيلر تحت الارض وهو بيصفر عشان الناس تسمعه ويجي اي حد يحاول ينقذه. بس الفيلم انتهى على كده. خليني افهمك شوية حاجات مهمة ممكن ما تكونش مفهومة بالنسبة لك. مين اللي بدأ مسيرة خطف الاطفال وتأليف قصة المتاهة؟ في الحقيقة هما اتنين، الست الكبيرة اللي قلت لكم عليها في بداية الفيديو ركزوا عليها، وجوزها اللي كان مربوط في الكرسي ولابس سلسلة. بس ليه يعني ليه بيقتلوا اطفال في البيت؟ هما كانوا عندهم طفل زمان والطفل ده مات بسبب مرض السرطان، فقرروا يخطفوا اي طفل يشوفوه قدامهم ويديهم زي متاهة، واللي يحلها يطلع للحياة العادية. ولكن في الفترة دي ما كانش في اي طفل بيرجع سليم. أليكس اتخطف هناك وهو صغير، وعلى فكرة دي مش عمته، دي هي خطفاه. وتايلر برضه اتخطف وهو صغير هناك عشان كان دايما متوتر وخايف. ولما البنت الصغيرة رجعت بعد الخطف كان باين على وشها علامات الخوف والتوتر، وانها ما كانش زي الاول خالص. نفس الكلام مع صاحبتها التانية اللي كانت مخطوفة معاها. ايوه يعني برضه يعني مين اللي خطف الطفلتين دول في الاخر؟ الست العجوزة الكبيرة هي مدبرة عملية الخطف دي، وأليكس هو اللي نفذ العملية وخطفهم في العربية. الفيلم متسمي بريزونرز عشان كل واحد في الفيلم كان مسجون بطريقة معينة. أليكس كان مسجون في الشقة، والست العجوزة وجوزها برضه كانوا مسجونين في كابوس ما بينتهيش. كيلر كان محبوس في الحفرة، وتايلر كان مسجون نفسيا عشان كان شايف الحل الوحيد لأي حاجة هو رسم المتاهة. تقييم الشخصي للفيلم 9 من 10، لأن الفيلم ممتاز جدا، بس عشان تستمتع بيه لازم تركز على كل تفصيلة فيه. كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، تكتب رأيك تحت في الكومنتات. كان معكم علي، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.